ريد بول بيعطيك جوانح. تخيل نفسك سنة 1980 رجل أعمال طبعا، صاحي من النوم مرهق جدا، ما نمتش كويس امبارح، عايز تفوق. هتاخد ايه؟ تشرب قهوه ولا تشرب قهوه؟ لان ما كانش فيه اختيارات. وكان السؤال دايما وقتها ازاي افوق؟ اغسل وشي، اشرب حاجه، اجري شويه. ما كانش السؤال ايه احسن مشروب بيفوق، لان ساعتها ما كانش في حاجه اسمها مشروب طاقه. والمبدا بتاع ده اكتر حاجه بتفوقني، دي اكتر حاجه بتديني ادرينالين، دي اكتر حاجه موجوده، ما كانش طبعا موجود حتى عن القهوه، غير ان هي بتصحصح شويه. ريد بول بيعطيك جوانح. ده مش مجرد شعار، لكن ده وعد بالتحرر من الارهاق. قصه العلبه الزرقاء والفضي هي قصه جميله جدا، ازاي وصفه تايلانديه شعبيه اتحولت لامبراطوريه عالميه. في اوائل الثمانينات كان في راجل محترم وكبارة ورجل اعمال اسمه ديتريتش ديتريتش ده كان رجل اعمال، كان متعود انه يسافر بشكل كبير جدا، وبسبب سفرياته الكتير كان دايما بيحس بالارهاق. في واحده من سفرياته سنه 1982 وهو مسافر لتايلاند، لقى ان في مشروب شعبي اسمه كريتينج داينج او الدينج، حاجه بالتايلاندي يعني. المشروب الشعبي ده المفروض ان هو بيديك طاقه، بيديك احساس انك مش مرهق. كريتينج داينج ده كان معناه الثور الاحمر بالتايلاندي، وده كان مخصص لسائق الشاحنات والعمال اللي هم بيسوقوا بالليل بقى عشان بقى يسهروا ويظبطوا الاداء، فكان المشروب ده مخصص ليهم. والراجل كرجل اعمال لطيف جدا معاه فلوس وحابب ان هو يجرب يعني في واحده من سفرياته في تايلاند، فجرب المشروب ده. ديتريتش ماتيشيتس بعد ما شرب الكريتينج داينج، الاحساس اللي هو حسه احساس مختلف تماما، ما حسوش في اي حاجه يشربها في العالم. حس ان في ادرينالين، حس ان الارهاق راح، حس ان هو فايق، حس انه اكيد بيبالغ، لكن ده لزوم الفيديو كده يعني. تشاليو يوفيدا ده ايه؟ ده اسم الراجل عشان ما نساهوش. ديتريتش ماتيشيتس، خلي بالك معايا عشان الموضوع طويل، راح لانه طبعا غني جدا. اول ما شرب المشروب مش عايز مثلا يشتري علبه ومروح بلده يوديها لاصحابه، لا، قرر ان هو يشارك الراجل بتاع المشروب، فراح شارك تشاليو يوفيدا. حلو، راح شارك تشاليو يوفيدا وقرر ان هو ياخد المشروب ده يرجعه النمسا عشان يعمل امبراطوريه كبيره جدا انت النهارده عارفها باسم ريد بول. طبعا كريتينج داينج ده كان مشروب بيتعمل لسائقي الشاحنات، فكان فكره التيست واللذاذه والجمال ما كانتش مهمه قوي. فطبعا ديتريتش ماتيشيتس وشاليو يوفيدا قرروا ان هم ما يعملوش كده، قرروا ان هم يغيروا الوصفه عشان تتناسب مع الذوق الاوروبي. قرروا ان هم يقللوا السكر شويه، يزودوا كربونيتد ووتر او ميه مكربنه عشان خاطر يبقى الطعم احلى، فيبقى الناس بيستصيغوا فكره المشروب. تفتكر سنه 1975 الناس لما كانت بتروح السوبر ماركت وتدور على حاجه يشربها، كان بيبص كده ويقول والله العظيم احنا فعلا كان ناقصنا الانرجي درينك، انا مش عارف ازاي هشرب مشروب طاقه مش موجود. الماركت بتاع مشروب الطاقه ما كانش موجود. واحده من انجح واهم الحاجات اللي عملتها ريد بول، مش بس لنفسها لكن للتاريخ والكتب الماركتنج، فكره انك توجد ماركت من العدم، توجد ماركت الناس مش عارفه ان هي محتاجاه. ناس ما كانتش عارفه ان هي محتاجه موبايل قبل الموبايلات، ناس ما كانتش عارفه ان هي محتاجه مشروب طاقه قبل ريد بول. لكن عشان تبقى انت ناجح لازم تعمل ماركت وتعمل نيد او حاجه للماركت في عقول العملاء. سنه 1987 انطلقت ريد بول من النمسا بمبدا او بكونسبت الانرجي درينك، او ما يعرف باسم مشروب الطاقه. الحقيقه ان ديتريتش ماتيشيتس ده كان خلبوس شويه عشان يعمل ماركتنج لسوق مش موجود. ما كانش غبي، ما كانش هيصرف فلوس كتير جدا. الناس اصلا ما تعرفش ايه فكره مشروب الطاقه، ايه فكره مشروب فوق 18 سنه او خطر ناس يشربوه، ايه فكره مشروب طعمه جديد وماركت جديد. وبالتالي ما صرفش كل فلوسه عشان يقنع الناس، لكن قرر انه يعمل سيلكتيف ماركتنج او يوجه الناس في الشركه عنده لحاجات معينه يشتغل عليها. عمل حاجتين في قمه الذكاء. اول حاجه بدا يشتغل مع الطلاب ومع المؤثرين ومع الناس اللي محتاجين طاقه ان هم يبقوا واجهه. بدا يوجه فكره المشروب ده ان الطالب اللي عنده امتحان بكره بيشرب وبيفوق وبيبقى زي الفل، الناس اللي مسافره ومحتاجه تتغلب على الشعور بالارهاق ياخدوا مشروب ريد بول. حط نفسه في حته انت امتى تفكر فيا. تاني حاجه عملها ديتريتش، ودي كانت حاجه الحقيقه خبيثه جدا لكنها حاجه ذكيه جدا، فكره التسويق الفيروسي. ليه فيروسي مش عارف، بس هو تقريبا عشان بيعمل حاجه غلط، لانه كان بياخد علب الريد بول بيرميها قدام النايت كلابس وقدام الكباريات لا مؤاخذه يعني، عشان يحسس الناس كلها ان كل الناس بتشرب ريد بول، الناس الصايعه الشقيه بتاعت بالليل والناس اللي عندها امتحانات الصبح. فبالتالي ده مشروب لكل الناس، اي حد عايز الانرجي ياخد له واحده علبه زرقاء فضي يبقى زي الفل. ولو انت بتتفرج على الفيديوهات اللي فاتت وعملت لايك وشير والحاجات الجميله دي، هتعرف دايما ان احنا بنتكلم ان الماركتنج مش للكل. مفيش حاجه اسمها انا عايز كل الناس تشتري المنتج بتاعي، لازم تحدد فئات مستهدفه معينه. لو انت ديتريتش، وانت اكيد احسن منه عزيزي المتابع لان انت اكيد طبعا بتتفرج علينا وفاهم الكلام ده كله، هتبقى انت عارف انك محتاج توجه لناس معينه. طب مشروب طاقه هيتوجه لمين؟ للعائلات والاسر الجميل؟ لا، توجه للشباب، توجه للناس اللي بتروح الجيم، توجه لاي حد عايز يحس بالطاقه. وده كان الجمهور المستهدف بتاعه اللي
اتعمل عليه كل الحملات الدعائيه. طب الدنيا ولعت امتى مع الراجل بتاع ريد بول ده؟ الدنيا ولعت مع الراجل بتاع ريد بول لما اخد الفكره للنكست ليفل او للمستوى الثاني، ان هو عايز يسوق نفسه ان انا بتاع رياضات الخطر. بدات ريد بول تعمل رياضات غريبه جدا زي الناس اللي هي لابسه اجنحه، اكيد انت شفت الموضوع ده، ممكن احط لك الفيديو هنا واحط لك صوره اليوم هنا، اللي هم الهيومن فلايرز او الهيومن بيردز، اللي هم الناس اللي بيطيروا في الهواء من غير طياره. ريد بول كمان احتكرت عالم الفورمولا 1، عالم الرياضات الخطره. ريد بول هي بتاعت الطاقه والحاجات الخطر، اي رياضه خطر ممكن تكون بتتفرج عليها اكيد هتلاقي اعلان لريد بول موجود فيها. اللي ريد بول قدرت تخلقه لنفسها ان انت ما بتشربش مشروب، انت ما بتشربش ميه، انت بتشرب بنزين للطاقه بتاعتك اللي تقدر بيه تحقق اي حاجه نفسك فيها. بالرغم من ان ممكن يكون ده مش حقيقي قوي، لكن ده في اذهان كل العملاء ان الريد بول ده لو انا عايز اسهر، لو انا ما نمتش بقالي يومين، خد بالك ممكن الكلام ده مش حقيقي 100%، لكن الفكره نفسها بالماركتنج ان هو ده مشروب الطاقه. الحقيقه ان ريد بول كانت وما زالت عبقريه بشكل كبير جدا، حبت تاخد الماركتنج للليفل المستوى اللي بعد كده كمان، ان انا مش بس عايز ارعى الرياضات او ارعى الفرق الرياضيه، انا عايز امتلك. انا بتكلم ان انا بتاعت الطاقه وبتاعت شركه الحاجات دي، فلا انا هعمل فريق فورمولا 1 اسمه ريد بول، انا هعمل فرق اسمها ريد بول، هعمل منظومه رياضيه، ممكن فريق ريد بول سالزبورغ، فرق كتيره جدا رياضيه موجوده في اكتر من دوري، كلها حتى في امريكا كمان كلها باسم ريد بول، عشان يترسخ في ذهن اي حد ان ريد بول بتاعت الطاقه، بتاعت الانشطه، بتاعت الرياضيه، فيفضل المنتج كله بيبيع. كل الهدف انك في الاخر تشتري العلبه اللي لونها ازرق في فضه. طب الفيديو ده كله معمول عشان ايه؟ عشان اقول لك على حاجه جميله قوي في اقل من 30 ثانيه، فكره الستوري تيلينج. اكيد بتسمع ان المنتج لازم يكون له قصه، العلامه التجاريه اهم من المنتج، العلامه التجاريه بتوهمك قصه كامله. فكره الستوري تيلينج في ريد بول في الفيديو اللي انت شفته ده متحققه بنسبه 100%. المنتج عباره عن ايه؟ مشروب طاقه. الكلمه دي هي دي الستوري تيلينج، هي دي القصه، انك قدرت تحط نفسك انك عندك قصه. انا بتاع مشروب الطاقه، بتاع الطلبه، بتاع الناس اللي عايزه تروح الجيم، بتاع رياضات الخطر. انا اللي لو انت عايز تصحى او تفوق تشرب مني بق واحد، انا اللي لو انت تعبان تاخد مني العلبه فتفوق. فكره الستوري تيلينج كلها جايه من قصه ريد بول. فما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب وتعمل شير عشان تشوف بقيه الفيديوهات بتاعتنا، وسلام.